اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. النهاردة ان شاء الله هنشوف اصلاح مكوة شعر. دي مكوة شعر من نوع او مكتوب عليها سكني. دي جاي كابل فاصل او مقطوع زي ما حضراتكم شايفين كده. هل المشكلة في الكابل بس ولا في حاجة تاني في مكوة الشعر دي؟ هنبدأ كده نفك المكوة ونوصل الكابل ونشوف هل في مشكلة تاني ولا هو المشكلة في الكابل بتاعها بس. أول حاجة بنبدأ نطلع بدي كده، القطعة الخلفية دي كده اهو. بعد ما فكيت يا أصدقاء ده كده بيبقى وش هنا كده تمام. أول ما بنفكه بنلاقي يا مسمار أو ممكن يبقى فيه بنز، فبنبدأ كده نفك المسمار ده كده اهو بالشكل ده كده. بعد ما فكيت المسمار في قباله من الناحية التانية، بعد ما شلنا طبعا المسمار والبنز، في قباله الناحية التانية برضو كفر وفي البنز، لأن البنز ده بيخش عاشق ومعشوق في بعضيه. هنبدأ برضو نرفعه كده بالمفك بالشكل ده كده عشان نفصلهم عن بعض. بالشكل ده كده يا أصدقاء فصلنا ده بيخش في ده كده، يعتبر اهو كده احنا فصلنا المكوة عن بعضها بالشكل ده كده اهو. بعد ما فصلنا كده المكوة عن بعضها اهو يا أصدقاء، الجزئين عن بعض، طبعا هي بتبقى ماسكة بالبنز ده تمام. هنبدأ نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدأ نشوف مدخل الكهرباء 220 عشان نوصل أطراف الكابل كده. وصلنا للطرفين الدخول بتاع المكوة الشعر اهوت يا أصدقاء. وطبعا ده الطرف اللي هو بيبقى موصل في للطرفين اللي هو الكابل يعني اهو. بس طبعا ده طبعا مقطوع ودي مكسورة، فاحنا طبعا هنفصل القطعة دي وهنبدأ نوصل الكابل بتاعنا عادي ونشوف مع بعض هتشتغل ولا في مشكلة تاني. طبعا قطعت الكابل يا أصدقاء او القطعة اللي هي كانت بداخل المكنة دي تمام. وجبت قطعتين مكرونة حرارية ووصلت الأطراف اهو، كل طرف مع التاني مع الكابل يعني كده. انا وصلت الأطراف بتاعتي تمام كده، وطبعا عازلها بالمكرونة الحرارية دي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدأ كده نوصل المكنة ونشوف هي اشتغلت ولا فيها مشكلة تاني قبل ما نقفل ونرجع نفك تاني. لا، نجرب دلوقتي علشان نشوف اشتغلت يبقى نقفل المكنة على كده، ما اشتغلتش يبقى نشوف فيها مشكلة ايه تاني. هنبدأ كده نوصل في المشترك اهو، ادي مشترك الكهرباء يا اصدقاء كده انا وصلت. هنبدأ نضغط على مفتاح الباور ده اهو كده اشتغلت معايا. وطبعا هنا ثابتة كده اشتغلت معايا اهي. هنبدأ كده بقى نفصل ونبدأ نقفل المكنة بتاعتنا. بعد ما قفلت يا اصدقاء الكابل اهو تمام، وركبت الوش بتاع الكابل كده، الكابل مسك معايا تمام. هنبدأ بقى نركب الطرفين دول كده مع بعض ونبيت البنزين بالشكل ده. طبعا في سوستة هنا ما ننساهاش، طبعا سوستة بتركب في الطرف هنا وهنا بالشكل ده كده. بالشكل ده. وهنبدأ طبعا نبيت البنز الرفيع ده من تحت كده. هنقلب المكنة او المكوة بالشكل ده وهنبيت البنز بتاعنا كده بالشكل ده كده، بيت في مكانه اهو. وهنبدأ نضغط عليه كده
عشان نبيت البنز اللي بيركب فيه. ده بيركب فيه، دي رفيع وده تخين، بيركب فيه بالشكل ده اهو، بالشكل ده كده. بعد ما بيت البنز اهو، ده راكب في ده عاشق ومعشوق، هنبدأ نركب المسمار بتاعنا اهو بالشكل ده كده يا اصدقاء. بعد ما ركبنا المسمار هنبدأ نركب بقى الكفرين دول. طبعا ده كده بيدي شكل جمالي وبيداري معانا المسمار والبنز يا اصدقاء. فهنبدأ نركبهم كده بالشكل ده اهو. طبعا اللي بيبقى ليه مشقبية كده بيبيت فيها. كده ركبنا ده وركبنا ده اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. كده احنا قفلنا مكوة الشعر. هنبدأ كده نجربها، وطبعا الكابل ماسك معانا جامد جدا اهو. هنبدأ كده نوصل الفيشة في الكهرباء اهو، بعد مشترك الكهرباء، وهنبدأ نوصل كده كده. انا وصلت. هنبدأ نضغط على مفتاح الباور اهو كده. اشتغلت معايا يا اصدقاء كده 600. طيب لو عايز انقص درجة الحرارة اهو 550 450 410 زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب هنبدأ نعلي تاني 310 360 410 زي ما حضراتكم شايفين كده. كده اشتغلت معايا. طيب هنبدأ نشوفها سخنت كده. سخنت طبعا معايا اهي كده. المكوة اشتغلت معايا وسخنت معايا. بس كده يا حضرات، ده كده كان فيديو بسيط حبيت اوضحه لحضراتكم. يبقى كده المكوة الشعر ما كانش فيها غير الكابل اللي هو مقطوع ده. كده احنا وصلناه. لو استفدت من الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.